وعلى جد الحسين وعلى أبي الحسين وعلى أخي الحسين وعلى أم الحسين وعليكم إخوتي الحضور ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها ضل وهوى. أنا في الحقيقة أرغب في أن أتحدث عن مبحث الإمامة، إمامة أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم أجمعين، ونستغل هذه المناسبات في أن نتقرب من دائرة معارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. في الحقيقة ولادات أهل البيت معروفة لدينا نحن الشيعة، متابعين لسننهم، متابعين لتاريخهم، لسيرتهم صلوات الله عليهم، ولكن هذه المناسبات لهم سلام الله تعالى عليهم تحتاج أن نقترب من دائرة حياتهم وذواتهم ومفهوم إمامتهم. نحن نعرف بأن هناك دور، إجمالا دور للإمام، وهذا الدور يختزل في قضية الهداية. لكن هناك سؤال كبير عادة يعرض إليه، وهو: ما هو دور الإمام؟ إذا قلنا بأن دور الإمامة هو دور الهداية، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن، والقرآن هدى للناس. بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يهدي للتي هي أقوم في آية أخرى. إذن مفهوم وغرض الهداية موجود في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليكون هدى للناس. بعد عندنا أيضا آلية ثانية للهداية، وهو النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله الله سبحانه وتعالى أرسله ليكون هداية للناس، هاديا للناس، بشيرا ونذيرا. الله سبحانه وتعالى جعل النبي ليدل الناس على رحمته إلى الله سبحانه وتعالى. إذن ما هو دور الإمام بين هذه الهدايات؟ هداية القرآن، هداية النبي صلى الله عليه وآله. هل هو تحصيل حاصل إضافة إلى الهداية الأولى هداية القرآن وهداية النبي، أم هناك خصوصية للإمامة؟ يعني تعرفون أن الإمامة نقطة جدل بين المسلمين، وحسب تعبير الشهرستاني في الملل والنحل يقول: ما استل سيف في الإسلام كما استل في الإمامة. الإمامة نقطة اختلاف بين المسلمين، وما يحدث اليوم وأمس ولعله في الغد أيضا من جرائم ترى وتحصل كلها بسبب الإمامة. لأن هذا الذي يكفرك لا يكفرك لأنك تصلي، يعني هو هم أيضا يصلي، ولا يكفرك لأنك تصوم، لأن هذه عبادات مشتركة بين المسلمين. هو يعرف بأنك تصلي 5، وهو يعرف بأنك تحج إلى بيت الله، وهو يعرف بأنك تحرم هذا وتحل ذاك. في هذه الفروع لا يختلف معك، وحتى في الأصول هو يوحد وأنت توحد، أنت تؤمن بالقرآن. كل هذه المفاهيم وهذه القدسيات يؤمن بها ويعرف بأنك تؤمن بها، ولكن عنده مشكلة وين؟ بالإمامة، مو بالإمام علي. لعل هناك سوء فهم بالقضية.
يتصورون البعض بأن القوم لديهم مشكلة مع علي بن أبي طالب أو مع الحسن أو الحسين. أبدا، هم عندهم مشكلة مع مفهوم الإمامة، لأن هذا المفهوم وهذه المكانة تسبب إليهم خطرا كبيرا يقطع عليهم مشروع إماتة الدين. لأنه هو حينما تراجع كتبهم تجد أنه يقولون الإمام علي، ويعترف بأنه الإمام، يقول الإمام علي رضي الله عنه، أنت تقول سلام الله عليه ويقول رضي الله عنه. هسه في الترضية والتسليم مو مشكلة عنده، بقدر ما أنه هو يعترف بأنه إمام. هو خلى الإمام الرابع، أنت تقول الأول، هم مو مشكلة. بالنهاية هو يعترف بأنه إمام. وحينما يمر بسيرة الحسن عليه السلام يقول الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام زين العابدين، الإمام الصادق، ويعترف بأن الصادق هو أبو الأئمة الأربعة إلى آخره. ما عنده مشكلة هو في الأشخاص، هو عنده مشكلة في مفهوم الإمامة، لأن هذا المفهوم وهذه المكانة تسد عليه الطريق، تبطل مشروع هذا مشروع كبير، وهو إماتة الدين، إرجاع الأمة إلى زمن الجاهلية، إلى مرحلة الجاهلية الأولى. لأنه حينما ينحرف الخط عن مساره المستقيم يأخذ دائرة ويرجع إلى النقطة الأولى. حينما خرج الإمام الحسين ونحن نلتقي لإحياء ذكرى ولادة الإمام الحسين عليه السلام، الإمام الحسين حينما خرج ماذا قال؟ خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، طلب الإصلاح، لأن أكو إعوجاج حدث بمسيرة الدين، والإمام الحسين عليه السلام أراد نرجع إلى النقطة المهمة. ما هو دور الإمامة؟ حينما تقول أن هناك أدوار للهداية للقرآن والنبوة، فإذا ما هو دور الإمامة؟ لأن الإمامة هي في الحقيقة بيضة القضبان بين الطرفين. فإذا قلنا بأن دور الإمامة هو القيادة السياسية، قيادة الأمة سياسيا، فكثير من القادة، الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه قاد الأمة وقاد إيران، والآن إيران أصبحت من الدول التي يحسب لها حساب. فكذلك نقول بأن الإمام الخميني إمام حجة مفترض الطاعة، يعني هو أخذ دور الإمام في القيادة. هناك كثير من القادة السياسيين نجحوا، فهل معناته أنه يتساوون في مرتبة الإمام اللي إحنا نعتقد بها؟ لا. حينما نعتقد بأن دور الإمام هو دور قيادة سياسية، طبعا هنا يجي الإشكال الكبير، وهو أن القيادة السياسية ممكن أن تتحقق بأي شخص قادر على قيادة الأمة، تتوفر فيه الشروط. إذا دور الإمامة يجب أن يكون أكبر وأوسع دائرة من دور القيادة السياسية. هذا شلون الفهم حينما نرجع إلى القرآن الكريم. حينما نرجع إلى القرآن الكريم يرسم لنا 3 أنواع من الهدايات. إحنا إذا فهمنا النوع الأول والنوع الثاني سوف نعرف بالضبط ما هو دور الإمام. القرآن يقول هناك 3 أنواع من الهدايات. النوع الأول هو الهداية الفطرية. الفطرة الله سبحانه وتعالى تكوينا جعلها في الإنسان، خلقها مع الإنسان، وهذه الفطرة هي نوع من الهداية. والهداية الثانية هي هداية النبوة. النبي صلى الله عليه وآله أنزله الله ليكون هداية للناس. والهداية الثالثة حسب التقرير القرآني هي هداية الإمامة. هسه إذا جينا إلى هداية الفطرة هي عبارة عن
غريزة الله سبحانه وتعالى خلقها في داخل النفس الإنسانية. طبعا بالمناسبة ليس الإنسان فقط من يمتلك هذه الهداية، لا، حتى الموجودات الأخرى هم أيضا فيها هذه الغريزة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. أعطى كل شيء خلقه ثم، حتى النبات موجودة فيها هاي غريزة الهداية، تهتدي إلى الضوء، تهتدي إلى الشمس، تهتدي إلى التربة إلى آخره، إلى الهواء، حيوان كذلك. ولكن مقدار الهداية، مقدار هذه الغريزة تشتد وتختلف من مخلوق إلى آخر. المهم هذه الغريزة موجودة في داخل الإنسان، وهذه الغريزة عبارة عن طلب الكمال والهروب من النقص. الإنسان دائما يسير إلى أن يكون كاملا، يطلب الكمال سواء على المستوى العلمي أو على المستوى الاجتماعي أو على المستوى المادي الاقتصادي. شوفوا دائما حسب التعبير النبوي منهمان لا يشبعان، طالب العلم وطالب المال. هذا لا يكتفي، لأنه يبحث عن كمال، لا يكتفي بأن يقرأ، بأن يدرس، بأن يتعلم إلى آخره. كذلك الذي يطلب الدنيا، يطلب المال، هم أيضا لا يكتفي بمقدار معين. النفس الإنسانية تريد هذه القوتين، وهي طلب الكمال والهروب من النقص، هن عبارة يشكل غريزة الهداية إلى الإنسان. ولكن هذه الغريزة في الإنسان تحتاج إلى مرشد، لأنها غريزة نسبية، مفهوم نسبي. صحيح أنه كل إنسان فيه غريزة الفطرة الهداية، ولكنها تختلف من موجه إلى آخر. مرة نجدها في حضارة يغذون هذه عند الإنسان، يعتبرون أن الكمال هو العلاج. الكمال هو أنك تبتعد عن القيود، تبتعد عن القيود الإنسانية، تبتعد عن القيود الاجتماعية، تبتعد عن القيود الدينية. يعتبر أن الالتزام والتمسك بالدين هو نوع من النقص، ويعتبر أن العبادات اللي تأديها نوع من النقص. فحينما تترك هذه القيود وتخرج من هذه الدائرة إلى دائرة الحرية والانفتاح وإلى آخره في مفهومه، طبعا يعتبر أن هذا الهروب هو هروب إلى الكمال. وايد نص ساعة كل شوارع. ففي مفهوم هذه الحضارة، في مفهوم الحضارة المقابلة، أنه لا، أن النظام، أن الدخول في النظام، أن يكون الإنسان عابدا، أن يكون الإنسان مستقيما، أن يكون لديه برامج في حياته يدخل في داخل قيود أخلاقية، قيود اجتماعية، قيود أسرية. ولذلك احنا عندنا في مفهومنا أن الإمام الحجة سلام الله تعالى عليه حينما يخرج يخضع العالم كله إلى نظام واحد. هذا النظام الواحد هو نوع من الكمال، لأنك شوف أنت تعدد المجتمعات وتعدد الحكومات وتعدد السياسات تنتج ماذا؟ تعدد أنظمة، والنظام ربما يناقض نظام تجده غني ونظام فقير. الإمام الحجة عليه السلام حينما يخرج يوحد العالم تحت نظام واحد، نظام اقتصادي واحد. بعد ما نشوف هذه قوارب الموت التي تهرب من بلدان خوفا من الحروب، من القتل، وخوفا من الجوع، بعد ماكو، لأن الأنظمة متساوية، النظام الاقتصادي واحد، فماكو داعي للتغيير. النظام الاجتماعي واحد، النظام الديني، اكو ناس تهرب بدينها، وصحيح، اكو ناس تهرب بأرواحها، وناس تهرب لتنقذ أموالها. فحينما يكون العالم كله تحت نظام واحد، سوف ماذا؟ سوف لا يكون هناك أزمة. فلذلك أنه الدخول في النظام هو نوع من الكمال. هذه الهداية الأولى،
تغذى بشكل صحيح، وفي مجتمعات أخرى تغذى بشكل خاطئ. يقولون لأنه أنت حينما تكسر القيود التي حولك سوف تقترب من الكمال. المهم هذا نوع من الهداية، ولذلك تأتي وظيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا، وظيفة النبوة، وهو الهداية الثانية. مفهوم الهداية الثانية تأتي لإرشاد هذه الفطر الموجودة عند الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك مثلا احنا نقرأ في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا دور النبوة، أنه يأتي النبي ليكشف للناس بأن هناك عالما آخر يسير إليه الإنسان، فيكون مبشرا ويكون نذيرا، ولا تكون لهذا الإنسان حجة يوم القيامة حينما يأتي إلى الله يقول له: إلهي أنت خلقتني وخلقت بي غريزة الرغبة، غريزة الهداية، وأنا اتجهت لأن أكتمل، ولكن اكتمالي كان خاطئ، وهذا بسببك، لأنه أنت ما أرسلت لي نذير ولا بشير، ما أرسلت لي من يوجهني. طيب في آيات أخرى هم أيضا: إنما أنت منذر. دور النبوة هنا دور التبشير، دور التنذير، دور التوضيح للأمة عن مسيرها وعن هدفها وإلى أين تسير ولماذا خلقت. فهذه الهداية الثانية، وهي هداية النبي صلى الله عليه وسلم. لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين. هنا الله سبحانه وتعالى يريد يقول للنبي بأنه أنت دورك دور الإرشاد، دور التوضيح، أن تأتي إليهم بهذه الشريعة التي أنزلناك، هذا النظام، هذا السيستم، عليك أن توضحها لهم، ترشدهم إلى الحلال وإلى الحرام، واللي يجب أن يكون والذي يجب أن لا يكون، فعليك أن توضح لهم. وهذا دستورك وهو القرآن الكريم. وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم. فإذا هذا حسب الوضع القرآني، حسب الآيات الكريمة، بأن الله سبحانه وتعالى جعل النبي ليرشد هذه الفطرة الموجودة عند الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه دائرة تكون أضيق من دائرة الفطرة. دائرة الفطرة موجودة في كل مخلوق، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب فقط الإنسان. تأتي حين ذاك دائرة ثالثة ومفهوم ثالث للهداية، وهو مفهوم الإمامة. مفهوم الإمامة حسب تعبير العلماء يقولون أنه مفهوم الدلالة المباشرة علما للإنسان. يعني الله سبحانه وتعالى أودع بكل بساطة، ألخص لك الموضوع، أن الله سبحانه وتعالى أودع في نفس الإنسان غريزة الكمال، طلب الكمال والهروب من النقص. هذه موجودة في داخل الإنسان، هي التي تدفعك إلى أن تكمل نفسك، تبني نفسك. هسه بغض النظر عن أنه البناء يكون بناء خاطئ أو بناء صحيح، موجودة فطرة هداية. بعد والله سبحانه وتعالى أراد أن يأخذ بهذه الفطرة إلى قنواتها الصحيحة، يعني يغذي لك إياها تغذية صحيحة، بأن أنت خلقت لأجل أن تعبد، لأجل أن تكتمل، لأجل أن تكون إنسانا بمعنى الكلمة، لا تشابه المخلوقات الأخرى بالتصرفات والأخلاقيات. بعد ذلك يقول: والهداية الثالثة هي أن الإمام دوره يأخذ بيدك ويوصلك إلى الهدف. هذا دور الإمامة. إذن على هذا المفهوم أن الإمام سواء كان قائدا سياسيا أو لم يكن فهو إمام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله يقول: الحسن والحسين إماما قاما أو قعدا. يعني كانت لهم حكم، كان لهم دولة، كان لهم سياسة، أو لم يكن لهم ذلك، فهم
كأئمة، يمارسون دورهم كأئمة، يجب طاعتهم